السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه وايه اخباركم؟ تعالوا بقى كلوا معانا. كنت بره انا وحازم النهارده، وجيت قلت له الاولاد معزومين عند عمهم، وجيت انا قلت ايه، انا نفسي ان انا اكل رنجة وفسيخ. والله ما كدبش خبر بصراحة، راح جاب لي بصراحة وانا كلهم انا وهو. الاولاد ما رضيتش، قالوا لي احنا هنروح عند عمهم. قلت لهم مع الف سلامة. قلنا عشان الحاجات الزفرة ديت وكده نجيب كل حاجة ونشيلها على طول. انا جبت مناديل يا حازم، بس جبت مناديل؟ اه هو بص فتح لك الباب كتير، جاب الباب. وده بقى اللي بيضايقني بقى. طب تيجي هنا، انا جايبه لك هنا. ازيكم عاملين ايه؟ تقعد هنا؟ طب ما تيجي هنا، هنا احسن. انا عملت لك طبقك. ايه؟ انا عايزه اكل رنجه بصراحه، وعايزه انا اكل بحب فسيخ. الفسيخ بصراحه. مش هكدب عليكم يعني، وانا بعمله خدت نص رغيف بقى، حته فسيخيه كده قلب العيش، عشان هو بياكلها بالزيت. نجري هنا. حته البصل. تعالوا بقى اتفضلوا كلوا معانا. دنيا تانية ده. عايز منديل؟ منديل مطبخ احلى. جميل، تسلم ايديك. انت هات بس على طول ماتش. لا المرة دي طلبتك عشان انا نفسي فيها بصراحة. مش قاعدين عشان هو لسه فيها. وعلى حاجة هشام نايم وسلام ياسين بقى. هما راح يعني مش معزومين عند عمهم، عزومهم ولاد عمهم رايحين هياكلوا بره في مطعم واخدوهم معاهم. والشام اهم حاجة اللي هو نايم. دي احلى حاجه. يجعل كلامنا خفيف عليه. حاجه الشتا دي تحفه. جامده. بقول لهم جامده. فسيخ لحم يعني بصراحه. واللي جابك هنا بقى عشان ما انت مش عايز توريهم، انا بوريهم. الحاجات دي بقت اسعارها نار نار. هو اللي تيجي اغديكي بره ولا اجيب لك رنجه وفسيخ؟ عشان انا نفسي في قلت له انا عايزه رنجه. بجد جامده. صدقني مش حاسه بطعمه، واخده ان بقى انضف ده اكل ده. بس والله الفسيخ اللي انت كنت مخلي ده كان جامد برضه. ان شاء الله قريب هنجيب سمك بوري واعمل لكم فسيخ احلى من ده 100 مره. لان استحرمت سمكايه واحده نص كيلو لحاجه بسيطه ب 210. حرام يعني بصراحه.
كيلو السمك منه مش عارفه ب160 ب200 جنيه، وما يتقول عليه غالي، ما يوصلش بالطريقه دي 400 كتير. هفضل له استنى اعملهولك. بس عشان هو اللي هياكل. انت ما بتشربش ليه؟ ما بتشربش ليه؟ على الساعة. والله العظيم قعدني في الشارع النهارده ساعتين عشان نجيب خس، ونروح من منطقه لمنطقه. بس ايه رايك في الخس؟ لا جامد بصراحه، ما توقعتش انه يطلع حلو كده. رنجة بقى من بطرخة طلعت اللي بيحب البطروخ. هتاكل. ما مشكلته بس خلي الواحد بياكل عيش كتير. انا عشان شربت معاها حاجه ساقعه. ايه؟ انا عشان قعدت اشرب حاجه ساقعه، وبصراحه اكلت بتاع ده فسيخ، كنت جعانه جدا. انت بتاكل ايه؟ شوف لو في شغل. شوف ايه يعني؟ انا بحب اكل كتير كده فيه اللحم، انت اللحم كتير كده فيه ملوش لازمه. دنيا تانية. انا خلاص مش قادره، ايه؟ مش قادره. انا كل لما اقول دي اخر لقمه اكل تاني. استنى. ميه هات ميه. لا اكله بنت لذينه، شرب ميه، شرب حاجات. انا بتاكل عيش قوي، خلي الواحد ياكل معرفش عيش انت بتاكله كتير. ازاي الخس كده. ايه؟ امال انا ليه برمي الورق ده؟ لا مش صغير باكل كده، لكن كبير لا. طب فين ورقك بتاع الكبير؟ هنا. كداب. انا بشوف هشام بيعمل فين ايه، والله صعب انا اللي هو نايم. هجيب له علبه كشري، اقول له والنبي ديت اكله غلط ولا لا على الاطفال، هو فاكر ابنه معدته ايه. انا اقوم بعمل كوبايتين شاي ولا لا؟ اه طبعا عاملين لنا الشاي. انت شارب بيبس، هتشرب شاي ازاي؟ في مالك من الحاجه الساقعه؟ عاملين شاي. سامعني بقول ايه؟ انت مالك؟ انت مالك قدامكم
كده مخالفة. مش عايزه تعمل شاي، تقول لي ما انت شارب حاجه ساقعه اهو، حتى بتاخد كوبايه. طعمها حلو قوي، بس انا ما بجيبهاش على طول بصراحة. الحمد لله بصراحه اكله جميله بصراحه. يلا فين الشاي؟ جايلك، انت فتحت العيال؟ اه العيال ده، تعالى قوم اقعد جنبي. ايه ده والله ما شايفاه. ما لسه جايين اهو. سالم فين؟ ايه بقى؟ كنت في الشارع؟ كنت في المطعم؟ يبطل يبطل يبطل. بطة مين بتاعتك دي؟ هات الشلتة دي كده، انا بحب كده. ايوه مش فاكر بقى أنا في عايزة يعني كوبايه وانا كوبايه. بجد بجد انا جيت اهو. عايزة انام. كنت بشرب. دي بتاعتي. وصلتوا؟ وصلت. مين اللي جاي؟ ما ينفعش تفتح كده. ايوه عملت ايه؟ ازيك؟ ازيكم؟ قولوا الحمد لله وحطوا لايك. حطوا لايك واشتراك وسبسكرايب وانزلوا تحت في التعليقات، وانتوا عارفين بقى تعملوا، واكتبوا كومنتات كتير كتير كتير. انت مش عايز تقول حاجه يا سنة؟ نفسنا نوريكم سونا وهو بيمثل مرسي عسل، الزناتي. بس مش راضي ينزل الفيديو مرسي الزناتي. عشان بصراحة حازم اللي بيقعد يغتت عليه، هو الراجل ده اللي رخم، رايح جاي كل ممثل حاجة يفضل يغتت عليه. يا جدع. مرسي زناتي. ماما الترابيزة بتتحسن. ماشي مش كلت البصل؟ هو احنا كنا بنتفرج ماشي وانبسطنا. المطعم المطعم انا ما انبسطتش. ليه بقى؟ وانا كمان عايزين نطلع فوق عشان الترابيزه نطلع فوق عشان الترابيزه اللي تحت بيتسق منه شمال لحد فوق. قعدونا عليها يعني قلنا ماشي، قعدنا لقينا الترابيزه، جيت بحط ايدي كده لقيتها نزلت شويه ومفيش من بقى ميه بسرعه، وياسين ما اما تقوليش ليه يا حط عم عاوز ميه؟ ما هو ياسين مكسوب بقى، جه في الاخر عاوز ميه قال لي خلاص اشرب في البيت. ليه ما قلتوش يا عم عايز ميه ليه؟ لما لقيت الكوبايه فاضيه اقول له يا عم عايز قلت له يا ميه. عم اديك تبس. كنا هنديله 5 جنيه. سالم عشان التمويل جه. يلا عشان ما نطولش عليهم الفيديو، ماشي. ويلا اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. انتظرونا في الفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامه. نشوفكم في فيديو جديد. سلام. باي، متنسوش تحطوا لايك